في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن قد ايه اختيار منتج او برودكت معين او التركيز على منتج واحد ممكن يساعدنا في مجال البرنت اون ديماند، ان احنا نركز على المنتج ده بتفاصيله كلها، وان ده هيقدر يخدمنا بشكل كبير جدا في التسويق للمنتجات بشكل احسن وتركيز اكبر. وكمان هنعرف نقدر كويس جمهورنا المستهدف والمنافسين اللي بيبيعوا نفس المنتج والسوق نفسه اللي احنا بنستهدفه. ودي حاجات مش هنعرف نحددها بدقة لو تخصصنا في كذا منتج او منتجات كتير، لأن ده ممكن يعمل لنا تشتت، والعميل نفسه كمان ممكن يحس بتشتت كبير وهو بيشتري أو بيختار المنتج اللي هو عايزه. وإنه مثلا لما يجي يزور الويب سايت بتاعنا ممكن لما يلاقي منتجات كتير جدا ملهاش علاقة ببعض ممكن يحس إن المتجر أو الستور بتاعنا مش بروفيشنال، وبكده ممكن ما يشتريش من براند خاص بينا ولا يرشحها لحد. وده واحد من أكبر الأخطاء اللي ممكن أي حد يعملها في المجال ده، واللي مسبب أزمة لناس كتير جدا حابة تدخل المجال وملقش إنها بتحقق مبيعات. والسبب هو اختيار منتجات عشوائية وكتير جدا نطبع عليها تصاميمنا. المفروض ما نختارش أكتر من منتجين 3 عشان نعرف نركز فيهم كويس، وكمان نعرف نسوق لهم. لكن لما ننزل تصاميمنا على منتجات كتير ممكن ما نحققش مبيعات خالص. عشان كده لازم ناخد بالنا واحنا بنختار المنتجات اللي احنا نشتغل عليها كويس جدا، ونركز على منتجات محددة. ولو عايزين تعرفوا أكتر عن أهمية اختيار المنتج في مجال البرنت اون ديماند هتلاقوا لينك الفيديو اللي فات في صندوق الوصف أسفل الفيديو. في فيديو النهاردة هنتكلم عن أول نوع من المنتجات اللي عليها مبيعات وبتعمل أرباح عالية جدا، وهي البيرسوناليزد برودكت أو المنتجات المخصصة، وكمان ليها اسم تاني وهي الكاستمايزيشن برودكت. النوع ده من المنتجات يعتبر من أكتر المنتجات اللي حققت مبيعات عالية جدا خلال الفترة الأخيرة من سنة 2021 لسنة 2023، وهي عبارة عن منتجات إحنا بنقدمها للعميل ونسمح له إنه يختار أو يكتب أو يحط أي صورة عن المنتج اللي هو اختاره، سواء مثلا تيشيرت أو بورتريه أو مثلا مج، وكمان كفرات الموبايل ومنتجات تانية كتير جدا. يعني التخصص ده عبارة عن منتجات بتسمح للعميل إنه يحط التصميم اللي هو عايزه عن المنتج. يعني تقريبا كده العميل هو اللي بيصمم المنتج بنفسه أو بيوصف لنا تصميم معين عشان نعمله زيه. والنوع ده من المنتجات فعلا بيحقق أرباح عالية جدا، لأنه دايما كتير من الناس بتحب تقدم المنتجات اللي من النوع ده هدايا مثلا في مناسبات زي أعياد ميلاد، هدية تخرج، أو مثلا هدية فودنج. يعني مثلا لو حابب تهادي حد ممكن تحط صورته على كفر موبايل وتقدمه له هدية، أو مثلا تحط صورته على بوستر زي كده تقدمها له في مناسبة معينة. والنوع ده كمان من المنتجات تقريبا ترندي جدا، نلاقي أصحاب المشاريع بيلجأوا للنوع ده لأنها بتحقق أرباح عالية جدا الفترة الأخيرة. وكل واحد بيتنافس ازاي يقدر يقدم منتج أو فكرة مبدعة تجذب العملاء وينافس بيها المنافسين اللي حواليه. ومن أمثلة المنتجات دي الموجودة في الواقع اللي حوالينا هي المنتجات اللي قدامكم دي، سلاسل فضة أو دهب أو محافظ أو دعوات فرح شكلها مميز، وكمان بورتريهات المواليد وغيرها، ومنتجات تانية كتير جدا هنتكلم عنها. ومن أكتر المنتجات اللي كانت عاملة مبيعات السنة دي في البرسوناليزد برودكت أو الناس بتحب إنها تطبع تصاميم عليها هو منتج البازلينج ومنتج الجولري. يعني على الإتسي هتلاقي ستورز كتير بتعمل تصاميم خاصة على منتج البازل، زي المنتج اللي قدامكم ده عبارة عن بازل برودكت العميل متاح له إنه يختار أي صورة أو شكل ممكن يطبع عليه. وكمان الجولري من المنتجات الترندي جدا على إتسي اللي ممكن العميل يحب يقدمها هدية لأي حد، وبيكون متوفر منها كمان أشكال وأنواع كتير جدا. العميل بس يروح على المنتج اللي هو حبه زي مثلا العقد اللي قدامكم ده، ويطلب من المصمم أو الديزاينر إنه يكتب له اسمه أو اسم أي حد بيحبه ويقدمه له هدية. ودي هي نفس الفكرة تقريبا مطبقة على أرض الواقع. لما نروح مثلا لصاحب محل ذهب أو فضة نطلب منه يكتب لنا اسمنا أو اسم أي حد على سلسلة ذهب حابين نقدمها هدية لحد، فنطلب إن نكتب حاجة معينة تخصه زي عيد ميلاده أو عبارة معينة ليها دلالة، سواء مثلا هتهديها لمامتك أو أختك. الفرق هنا إن الستور بتاعنا بدل ما هيكون متواجد على أرض الواقع هيبقى أونلاين، وكمان مش هنحتاج رأس مال عشان تشتري منتجات، لأن المنتجات هتكون متوفرة على مواقع الطباعة بالطلب. كل اللي علينا إن احنا نعمل الستور بتاعنا ونعمل التصميم على المنتج ونسوق له على أي موقع من مواقع السوشيال ميديا زي الانستجرام أو فيسبوك. وكمان متوفر أنواع تانية من المنتجات اللي ممكن نعمل عليها تصاميم لعميل طالبها، زي المنتجات الخاصة بالبيبيهات، زي مثلا بطاطين بتكون مخصصة بالبيبيهات عليها اسم البيبي أو صورته، أو مثلا مج زي كده عليه صورته بشكل كوميدي أو اسمه على منتجات زي كده، أو حاجات ليها علاقة بالديكورات زي بورتريهات مثلا عليها اسم البيبي وعليها تصميم هادي بألوان مبهجة، متاح تعمل عليها التصميم اللي يعجبك. بصراحة أنا بعتبر فئة البرسوناليزد برودكتس دي من فئة المنتجات اللي ممكن نقدر ننتج منها أفكار كتير جدا، زي التصميم اللي قدامكم ده، واللي بعتبر فكرته جديدة بتصميم سيمبل جدا مش محتاج مننا خبرة خالص في التصميم.
وهو عبارة عن مج مطبوع عليه اسم العميل أو العميلة وأحسن 3 صفات هم حابين يكتبوها عن نفسهم. يعني مثلا المج ده مكتوب عليه أشلي اللي هو اسم العميلة، وأحسن 3 صفات هي بتميز نفسها بيها. أنا شايفاها الصراحة فكرة جديدة وفي نفس الوقت سيمبل ومش محتاجة مننا أي خبرة في التصميم، وممكن كمان ننفذها على أي برنامج تصميم زي كانفا. وموقع اتسي على فكرة من أفضل المواقع اللي ممكن أي حد يستخدمه التغذية البصرية عشان ناخد منه أفكار كتير للتصاميم الخاصة بينا. يعني لو عايز تعرف أكتر تصاميم ترندي ولا عليها مبيعات عالية وكمان أفكار ليها، ممكن نعتبر إن موقع اتسي أحسن مكان لده. وكمان من أحسن المنتجات اللي بتقدم ربح خيالي وترندي جدا الفترة دي هو منتج اسمه الفليس بلانكت، وهي عبارة عن بطانية صغيرة ومريحة كده ممكن تاخدها معاك في أي مكان. وأكتر فئة بتحب النوع ده من المنتجات هم فئة الناس اللي عندهم بيبيهات أو فئة الأمهات، وده عن تجربة لأنه فعلا منتج عملي والمنتج ده عليه طلب عالي جدا وأمهات كتير بتحب تستخدمه. يعني لو دخلنا على موقع اتسي هنلاقي تصاميم زي كده مطبوع عليها اسم البيبي أو صورته بألوان وأشكال مختلفة جدا، فكتير من الأمهات بيحبوا يشتروا جدا النوع ده من المنتجات. وكمان لو دخلنا على ستورز تانية هنلاقي المنتج ده بيستهدف فئة الناس اللي عندها حيوانات أليفة تحب تطبع عليها صور مثلا حيواناتهم المفضلة. ولو حد مثلا عنده كلب أو قطة فهي تعتبر فكرة جميلة جدا لمنتج، وسعره أحيانا بيوصل 80 دولار أو أكتر، يعني هيعمل لك هامش ربح كبير جدا. بس السعر عمره ما كان مشكلة بالنسبة لناس كتير، لأن العميل لو حب فكرة المنتج نفسها ممكن يدفع فيه أي سعر. أهم حاجة تقدم تصاميم فيها فكرة، حتى لو الفكرة كانت بسيطة ممكن تحقق لك مبيعات لو سوقت لها كويس. وكمان من أكتر المواقع اللي بعتبرها من أحسن مواقع البي أو تي عشان نعمل براند خاص بينا في المنتجات من فئة البرسونلايزد برودكتس هو موقع برينتفاي وبرينتفول وسبريتشارت، لأن ممكن نلاقي في التلات مواقع دول بالذات أدوات كتير أو تولز ممكن نستخدمها مش هتلاقوها متوفرة في أي موقع من مواقع الطباعة بالطلب التانية. يعني ممكن لو دخلنا على موقع زي برينتفول هنلاقي أدوات تسمح لنا إن احنا نعمل التصميم اللي احنا عايزينه على موقع برينتفول بشكل يدوي من موقع برينتفول نفسه، وكل ده من غير فلوس أو أي رأس مال. عندنا مثلا أول أداة في موقع برينتفول هي أداة تسمح لنا إن احنا نعمل أو نعدل للعميل على أي تصميم بشكل يدوي، زي نضيف صورة أو نص. وهنتكلم طبعا عن موقع برينتفول وبرينتفاي بشكل مفصل بعدين في فيديوهات تانية، بس حاليا هنتكلم بس عن الأدوات اللي بتسمح لنا إن احنا نبيع أو نعمل personalized product. بس الأول عايزة أوضح آلية شغل التلات مواقع دول بيشتغلوا ازاي وإيه الاختلاف بينهم وبين مواقع الطباعة بالطلب التانية، عشان لو حبيتوا تشتغلوا عليهم، وليه اخترتوهم هم بالذات للنوع ده من المنتجات، أو ليه فضلتوهم عن أي مواقع تانية. موقع زي موقع ريد بابل طريقة استخدام بتكون سهلة جدا. العميل يدخل على الموقع يطلب المنتج اللي عايزه ويدفع ثمنه من الموقع، يشحن المنتج للعميل من غير أي تدخل منك، يعني من الموقع مباشرة للعميل. لكن آلية عمل موقع برينتفاي وبرينتفول وسبريتشيرت مختلفة شوية، لأنهم عبارة أكتر عن مخازن أو مكان للمنتجات اللي انت بتشتريها، وبتربطهم بمواقع تانية زي اتسي أو شوبيفاي أو ووكوميرس عشان تعرض منتجاتك. العميل يدخل يعني على اتسي مثلا يطلب المنتج، اتسي تبعت لبرينتفول ان العميل عايز المنتج الفلاني، يروح موقع زي برينتفول مغلف المنتج للعميل ويبعته له لحد البيت. والسبب ان انا برشح برينتفول وبرينتفاي وسبريتشيرت بالذات للنوع ده من المنتجات ان المواقع دي بتوفر ادوات كتير جدا نقدر نصمم فيها المنتجات حسب طلب العميل او زي ما هو عايز. لكن موقع زي موقع ريد بابل مش بيسمح بالخاصية دي او ما عندهوش الادوات اللازمة اللي ممكن تسمح لنا نعدل التصميم نفسه كذا مرة على حسب متطلبات كل عميل. لكن موقع برينتفول عنده اوبشنز او خيارات كتير جدا ممكن نستخدمها، زي مثلا لما نربط برينتفول بموقع زي اتسي، لما العميل يجي يختار المنتج من اتسي زي كده يقدر يدخل على المربع الصغير اللي قدامكم ده ويختار نوع الخط اللي هو عايزه مثلا من الاوبشنز اللي انت حاططها ضمن التصميم بتاعك، يروح موقع اتسي يبعت طلب العميل لموقع زي برينتفول بالتعديلات اللي هو عايزها. وكل اللي عليك تدخل على برينتفول وتأكد على التعديلات اللي العميل عايزها، وبكده موقع برينتفول يبعت المنتج للعميل. ومع أداة زي دي انت ممكن تخلي العميل يختار الصورة اللي هو عايزها على المنتج، وكمان يختار نوع الخط أو التصميم عن طريق البوكس الصغير اللي هنا اللي العميل ممكن يكتب فيه اللي هو عايزه. وكمان ممكن تعدل على أي صورة بإنك مثلا تشيل الخلفية بتاعتها، بس أهم حاجة تكون موضح كل حاجة للعميل وإزاي يختار الصور اللي هو عايز يحطها أو الخط اللي هو حابه على المنتج بتاعه، سواء كانت عن طريق البوكس الصغير ده اللي ممكن يكتب فيه اللي هو عايزه، ولا عن طريق إنه يبعت لك التفاصيل على الإيميل الخاص بيك. وكمان موقع برينتفاي عنده اوبشنز كتير جدا زي موقع برينتفول النوع ده من المنتجات، وفي مواقع كتير جدا غيرهم بتتيح لنا ادوات كتير بتسمح ان احنا نشتغل في النوع ده من المنتجات، زي موقع كاستم كات او موقع بلس اي او بي او موقع جوتن وكمان موقع تي لانش.
وتي بوب وبرنت اورا وسكالابل بريس، وكمان جيت برنت اللي بيتيح لك انك تصمم منتجات خاصة بيك، وكمان موقع جلادو. كلها دي تقريبا مواقع طباعة بالطلب فيها الاوبشنز بتاعة ان احنا نعدل على المنتجات على حسب ما كل عميل عايز ايه، لان مواقع زي دي متوفر فيها اوبشنز كتير جدا. اهم حاجة فكرة التصاميم نفسها تجذب العملاء وتكون كرياتيف. يعني مثلا من اكتر النيتشات اللي ممكن تحقق لكم مبيعات هي النيتشات اللي بتستهدف الناس عاطفيا. يعني لما تبدأ تعمل ستور تقدم فيه البرسوناليزد برودكتس عن اي نيتش، حاول تدور على النيتشات اللي فيها فكرة ايموشنال اكتر او فيها مشاعر، ده لان الناس بطبيعتها بتكون عاطفية جدا وبتحب الحاجات اللي ليها مسج معينة. زي مثلا فئة الناس اللي بتحب الحيوانات، بتحب تشتري منتجات عليها صور حيواناتهم المفضلة. فانت لازم تحاول انك توفر فكرة منتج او تصميم ليها مسج، او تأثر على العملاء، او تستهدفهم بشكل عاطفي تخليهم يشتروا منتجاتك. زي مثلا الستور ده، شايفة فكرته حلوة جدا، وهو عبارة عن ستور بيستهدف فئة الناس اللي بتحب تربية الكلاب، وموفر لهم انهم يعملوا صورة حيوانهم الأليف على مخدة زي كده، والعميل يختار هو المقاس اللي هو عايزه والصورة اللي عايز يطبعها. وكمان الستور التاني ده مختص بالمنتجات اللي ممكن نقدمها كهدية في عيد الأم، علبة جولري محفور عليه اسم الشخص اللي حابب تهديه، وكمان هتبقى هدية جميلة جدا لعيد ميلاد. لو دخلتوا على موقع اتسي هتلاقوا ناس كتير جدا بتقدم منتجات فيها أفكار كتير ممكن تستخدموها وتعملوا منها براند خاصة بيكم. وكمان هوريكوا شوية أمثلة لناس عندها ستورز على أي موقع من مواقع البرنت اون ديماند أو الطباعة بالطلب، وبتسوق لها عن طريق منصات السوشيال ميديا، واللي بعتبر أهمها حاليا منصة التيك توك، اللي بعتبره في الوقت الحالي من أكتر البلاتفورمز اللي تقدر تسوق من عليها منتجاتك وتقدر توصلها لأكبر عدد ممكن من الناس، لأن الريتش عالي جدا على التيك توك، لأنه تقريبا حاليا كل الناس بتستخدمه. زي خلونا كده نشوف فيديو صغير لحد بيروج المنتج بتاعه، أو حد بيعمل ريفيو لمنتج معين هو اشتراه، فهنشغل الفيديو ده. This is my dog Maddie, and as if living with her wasn't enough, I got my very own Maddie portrait. This company, Paint My Pooch, makes custom pet portraits and phone cases. I know Maddie loved mine. زي ما انتوا شفتوا البنوتة اللي من شوية دي كانت عاملة ريفيو على منتج هي اشترته، عبارة عن بورتريه عليه صورة الكلب بتاعها، وكمان كانت جايبة معاه فون كيس للموبايل بتاعها وبرضو عليه صورة الكلب، وكانت مبسوطة بيهم جدا. وكمان شفت ريفيوز والكومنتات بتاعت الناس كانت عاجبهم المنتجين اللي هي عرضتهم من شوية دول. وفي فيديوهات تانية كتير جدا على التيك توك بتسوق للنوع ده من المنتجات، او بتسوق الستور بتاعها على التيك توك. يعني النوع ده من المنتجات مطلوب جدا، وافكار مش بتنتهي ابدا. يعني ممكن تتخصص في اي منتج بتحبه، سواء بطاطين، منتجات البيبيهات، او كفرات الموبايل، او حتى بورتريهات، وكمان تيشرتات، عشان الناس بطبيعتها بتكون متعلقة عاطفيا بالحاجات اللي زي كده، لانها بتحس النوع ده من المنتجات بيكون معمول مخصوص عشانها. فده طبعا بشكل كبير بيستهدف الناس اللي بتحب النوع ده من المنتجات، وبيعمل مبيعات كبيرة جدا، وهامش الربح بتاعه بيكون عالي. لكن أهم حاجة زي ما قلنا نشوف السوق اللي فيه منافسة نبعد عنه، ونستهدف الأسواق اللي مش عليها منافسة للنيش اللي احنا اخترناه، لكن يكون عليها بحث عالي أو السيرش فوليوم عليها يكون كبير عشان نعرف نبيع المنتج ده. يعني في USA المنتجات بتاعة البيتس حققت في السنين اللي فاتت حوالي 109 بليون دولار، وده طبعا يعتبر رقم كبير جدا، اللي بيدل ان النيتش ده لوحده مبيعاته عالية وعليها طلب جامد في بلد زي امريكا. لكن في بلاد تانية ممكن ما يكونش عليه كمية المبيعات دي. كل اللي علينا نعمله ان احنا نمشي على 3 خطوات مهمين لما نيجي نختار النوع ده من المنتجات. اول حاجة نختار المنتج، تاني خطوة نختار الموقع الجغرافي والجمهور المستهدف ونحددهم كويس جدا، تالت حاجة نختار ستايل التصميم اللي هنمشي عليه، وأنواع ستايلات التصميم كتيرة جدا. ممكن تدخلوا على موقع زي بنترست أو إتسي تبدأوا تدوروا على ستايلات التصميم المناسبة ليكوا. في ستايلات بتكون مشهورة عند كل المصممين ومعروفة، وفي ستايلات المصمم نفسه هو اللي بيبتكرها، أو نقدر نقول إن كل مصمم عنده ستايله الخاص بيه، وده طبعا بيكون أحسن لأنه هيميز نفسه عن بقية المنافسين في السوق بشكل كبير، لأنه مفيش حد هيعرف يقلد الستايل الخاص بيه، وده ممكن يخليه متميز عن أي حد ممكن يكون بيبيع نفس المنتج. ومش شرط تكون بتعمل تصاميم صعبة أو محتاجة وقت أو مجهود، ممكن تختار تصاميم سهلة جدا وتكون بتحقق مبيعات، بشرط ان الفكرة نفسها بتاعت التصميم تكون كرياتيف وعاجبة جمهورك المستهدف. زي الستور اللي قدامكم ده، واللي عجبتني فكرته انا شخصيا. الستور ده عامل تصاميم بورتريهات عليها صور العملاء الخاصة بيه
على شكل الكرتون المشهور ذا سيمسون أو عائلة سيمسون. كلنا عارفين قد ايه الكرتون ده لحد دلوقتي واخد شهرة واسعة جدا وكبيرة. الفكرة كلها انه بيحول الشخصيات الحقيقية لصور كرتونية على ستايل الكرتون ده ويطبعها على بورتريهات وبيقدمها للعملاء بتوعه، والستور عامل مبيعات كبيرة جدا، والريفيوز بتاعت العملاء موضحة قد ايه المنتج عاجبهم. وفي افكار كتير جدا غير الفكرة دي. كل اللي عليكم تدخلوا على موقع زي اتسي او بنترست وتشوفوا الافكار اللي عليها وتختاروا الفكرة اللي تعجبكم، وفعلا هتلاقوا افكار كتير جدا هايلة وفي كمية ابداع غير محدودة. وكمان نصيحتي ليكم لو عايزين تبيعوا اكبر كمية من المنتج اللي انت اخترته، استهدف النتشات اللي عليها طلب بكميات كتيرة. زي مثلا لو انت اخترت منتج زي دعوات الافراح، العميل لما هيجي يطلب منتج زي ده مش هيطلب دعوة واحدة، ده هيطلب كمية كبيرة جدا عشان هيوزعها على كذا حد او على ناس كتير. فانت لو عايز تعمل هامش ربح كبير وبسرعة، اختار نوع المنتجات اللي زي كده، المنتجات اللي بتتباع بكميات كبيرة وتقدر تبيع منها كتير في المرة الواحدة أو لنفس العميل. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى يكون عجبكم محتوى الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن البرسونايزد برودكتس، ومتنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واستنونا في الفيديو اللي جاي اللي هنتكلم فيه عن نوع تاني من المنتجات وهي الهوم ديكور أو المنتجات الخاصة بالديكورات. استنونا في فيديوهات تانية وشاركونا في الكومنتات عن أحسن منتج حابين تشتغلوا عليه وتعملوا عليه تصاميم.